معادلة؟ يعني ايه معادلة؟ ده كل الناس بتحذرني من المعادلة. ده المعادلة صعبة، ده محدش بينجح في المعادلة. مش ده كده كل الأسئلة اللي بتيجي في دماغك؟ طب تعالى بقى اقول لك ازاي تقفل المعادلة. طبعا عشان تنجح في المعادلة لازم أن تكون عارف يعني ايه معادلة. المعادلة هي عبارة عن مسابقة بينظمها المجلس الأعلى للجامعات. عشان تعرف تدخل المعادلة لازم أن تكون حاصل على 70% من شهادة الدبلومات الفنية، ولازم أن تكون خريج سنة 2023 و 2024. طيب وإيه كمان؟ عندنا 4 مواد. الأربع مواد دول هو مادة الرياضة، مادة إنجليزي، مادة فرنساوي، مادة جغرافيا. طيب عشان خاطر أقدر إن أنا أدخل الكلية لازم أن أعمل إيه؟ تجيب نسبة نجاح في الأربع مواد. مش عايزك تقفل الأربع مواد، أنا عايزك تجيب نسبة نجاح في الأربع مواد، لكن إحنا هدفنا نخليك تقفل مواد المعادلة. لكن دي الشروط، وده كده بالنسبة لشروط معادلة كلية التجارة. إمتى بتبدأ المعادلة؟ المفروض المعادلة بتبدأ في أول 7، ده لما درجاتك بتبان، لأن درجاتك بتبان في أول 7، بس من الأفضل ليك تبدأ من أول 22/6 معانا. ليه؟ لأن المفروض إن إحنا عاملين محاضرات تأسيس لمنهج المعادلة قبل بدء المعادلة. طب ليه؟ لأن أنت كطالب في كتير منكم فاهم إنجليزي، بس في أكتر مش فاهم إنجليزي، فبالتالي إحنا بناخده من تحت الصفر. في كتير منكم فاهم فرنساوي، وفي كتير منكم برضك مش فاهم فرنساوي، فبالتالي لازم ناخده من تحت الصفر. وكذلك في ماده الجغرافيا، وكذلك في ماده الرياضه احنا بناخدكم من تحت الزيرو. فبالتالي فتره التاسيس دي اللي بيكون موضحين فيها كل حاجه عن المعادله. وطبعا مفيش بيت بيتبني من غير اساس، فالمعادله اساسها هي التاسيس. طيب بالنسبه للرسوم بتاعه المعادله فهي مجانيه لحد ما النتيجه بتاعتك تظهر، اللي هي في اول 7. نتيجتك هتنزل في اول 7. طبعا لتاني حاجه اللي هي احنا خايفين من المعادله، لما محدش بينجح المعادله. طب تعالى بقى ما اقول لك انا ازاي هنجحك في المعادله. مبدئيا احنا بنتميز بحاجات مش موجوده عند حد، وانا هقول بس من 25% فقط من المميزات اللي عندنا، وال 75% ان شاء الله لما تيجي السنتر هتشوفهم بنفسك. اول ميزه عندنا طبعا المفروض ان انت بتشرح لك وبنأسسك. تاني حاجه بيكون معاك دكاتره متخصصين لكل ماده من الاربع مواد. تالت حاجه في منصه، والمنصه دي هينزل عليها حاجات كتيره قوي، ودي المفروض اللي هتكون شامله 75% من الحاجات اللي انا عايز اقولها لكم، فده هنوضحها اكتر في السنتر لان دي المفاجاه. رابع حاجه بنأسسك في كل ماده قبل ما نبدا فيها. خامس حاجه ان احنا بنعمل اختبارات اسبوعيه لقياس مستوى الطالب اللي عندنا. سادس حاجه ودي الاهم، التدريب على أنظمة البابل شيت اللي هي تمتحن بها في الكلية، لأن أنت هتمتحن في الكلية عن طريق نظام البابل شيت اللي هو الاختياري. سابع حاجة شرح المنهج الحديث للكلية، غير بقى المميزات اللي أنت هتشوفها بنفسك عندنا في السنتر، ودي ما ينفعش أنزلها عشان خاطر أعداء النجاح.